بسم الله الرحمن الرحيم. انتهت مباراة بين الزمالك ومودرن فيوتشر بفوز الزمالك 2-1، وكانت المباراة متوسطة المستوى. يعني بدأ الشوط الأولاني في أول 17 دقيقة الزمالك استحوذ. الفينا المهاجم البرازيلي الجديد احرز هدف، ولا اروع ولا اجمل من كده. وفي الشوط الثاني احرز شيكو بنزا الهدف الثاني، وجاب جون محمود حمدي الونش، جاب هدف فيوتشر من خطأ دفاعي، وانتهت المباراة 2-1. تحليل المباراة ان المباراة متوسطة المستوى. مفيش، يعني احنا قلنا ان الزمالك هيبتدي وهيعمل ويلعب والمسافات ويعالج الثغرات بتاعته ويشوف اللعيبة وتغيير وتوظيف اللاعبين صح، انما يعني بس مش بنسبة كبيرة جدا ان الزمالك ظبط الفرقة. في بعض العيوب في الفرقة لازم تتظبط. الدفاع حسام عبد المجيد ومحمود الونش، الاثنين يعني بيعتبروا ان الدفاع خروج الكوره بطيء جدا، وبعدين بيدوا فرصه للمنافس المهاجمين للفرقه المنافسه ان هم بيضغطوا ويعملوا البريس عليهم، فبيلخبطوا، بيطلعوا الكوره في الاوت، كرة هنا كرة بره هنا، يعني تشتيت. يعني لازم يبقى في ربط بين محمد صبحي والونش وحسام عبد المجيد. المفروض انت حضرتك كمدرب اللي هو فيريرا عندك محمد اسماعيل وصلاح مصدق، غير شويه من الاثنين مع عجوم حسام عبد المجيد والونش، عشان ده مجدد قال انا العب اساسي، وحسام عبد المجيد عشان هجدد ومش هعمل ايه لازم العب اساسي. فانت خايف ان هم يمشوا بره، ده يروح هنا ولا يروح هنا. لا، انا بشوف اللعيب المنافس، اللعيب اللي هو يبقى فيه منافسه بين اللاعبين، وبعدين احط اللعيب اللي هو يعرف يخرج لي كوره صح. انا قلت واتكلمت قبل كده، صلاح مصدق ما نزل اخر 5 دقايق بقى كوره بتطلع كويسه، بيطلع يضغط يروح يجي، بصراحه لعيب ممتاز جدا. ومحمد اسماعيل من اللعيبه اللي انا بتبنى يعني بتنبأ بيها ان هو ده لعيب ممتاز، ده دفاعيا 10/10، بناء الهجمه من تحت 10/10. فانت مش هتقعد تعتمد على حسام عبد المجيد والونش واخطاء اللي هي موجوده، لازم تخرج كوره صح. فيا ريت ان فيريرا عنده تعنت في ان هو عنده عند فظيع جدا ان هو اللعيبه او حاجه ويعمل احتواء على ده، او بس برضو مش ده عند بيخلي الفرقه مش في مستواها، ما بيقدمش حاجه صح، او الفرقه ما بتتقدمش في المستوى بتاعها. فيا ريت يراجع نفسه فيريرا. طيب عندي محمد صبحي من الحراس اللي هم ممتازين. امبارح شال كوره كان لعيبها حسام حسن على ما اعتقد او لعيب تاني، شال كوره يعني حارس فايق، حارس بصراحه حارس فايق. بس ليا بعض التعليقات عليها، هي ان محمد صبحي المفروض بقى يعني ثالث ماتش غاب محمد عواد، المهدي سليمان، يعني خلي يبقى فيه منافسه، انما هتخلي لعيب او حارس مرمى في مكانه 3 ماتش او رابع ماتش او 5 ماتش. لازم يبقى فيه منافسه بين الحراس، لو مستواه هيزيد، لو في حارس تاني، لو في حارس تالت، المستويات هتزيد. لازم خلي فيه منافسه. واضح ان فيريرا مدرب كويس، وانا بتكلم وقلت قبل كده ان عنده سيستم،
وعنده نظام وعنده ترتيب اوراقه مظبوطه وبيذاكر كويس، لكن في حاجات معينه ما بيقدرش ان هو بيعملها. لسه برضو يعني 44 او 45 سنه، سنه صغير، مش قادر يقتنع ان في لازم يبقى في خبرات، ولازم في حاجات معينه لازم يعملها. يعني الجماهير، اصغر جمهور من جماهير الزمالك بتبقى فاهمها وعارفاها. جمهور الزمالك بيبقى عارف ده هيغير امتى وده هيعمل امتى. تاني حاجه برضو بيتاخد كومنت على فريرا، التغييرات بتاعته متاخره جدا جدا. يعني انت عدى نص ساعه، لازم يعمل اول التغييرات بتاعته بعد نص ساعه. يا عم الحاج، انت عندك خلل دفاعي، عندك ناصر ماهر بدأ مستواه يقل شويه، عندك عبد الله السعيد مفروض ده شوط وكل سنه وانت طيب، انما مش هيلعب ال 95 دقيقه ولا ال 100 دقيقه، لا. فلازم تراجع، لازم حد يفهمه، لازم حد يفهمه. طيب، عندنا تقييمات لبعض اللعيبه في الزمالك. هو انت بدأت اصلا محمد صبحي، حسام عبد المجيد، الونش، عمر جابر، بنتايك، محمد شحاته في النص، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، الفينا على اليمين، وعندك لاعب شيكوبانزا على الشمال، ولاعب في العمق عدي الدباغ. ده كان تشكيل الزمالك. لكن ما تيجي تقيم الصفقات بتاعت الزمالك او بعض اللعيبه، يعني عندك عدي الدباغ لعيب مهاري كويس، لكن لياقه بدنيه، ما بيجريش في الملعب، ما بيديش، ما بيخش، ما بيعملش بريس، ما بيحتكش. انا مش عارف انت ملاعبه، انت بتحرقه. قلت المباراه اللي فاتت برضو بتاعت المقاولين، يا عم اهدى عليه شويه، لما اللياقه بدنيه زود اللياقه البدنيه عنده، خليه يجري شويه. انما هل هو مستواه كده او لياقته البدنيه كده؟ هل انت تعرف تزود مستواه في عدي الدباغ في لياقته البدنيه؟ انما مش اللعيب اللي هو المهاجم الصريح الفت اللي هو يقدر يخطف اجوان. انا بتكلم دلوقتي عشان برضو احنا لسه في اول 3 ماتشات. عدي الدباغ مش اللعيب اللي هو الفت اللي يقدر ينقل نقله الزمالك او يكون احسن من سيف الجزيري. بالعكس، انت تجيب سيف الجزيري ما بيجي يلعب بيبقى ياخد 2 معاه من الدفاع، بيبقوا واقفين معاه وبيخش وبيحتك، ما بيكون في مستواه بيلعب وبيجري وبيخش، ده سيف الجزيري. انما عدي الدباغ مفيش لا لياقه بدنيه، مهاريا يعني شويه، بس مش اللي هو المهاجم الصح. يعني انا عندي عمرو ناصر هو لعيب واعي ولعيب كويس ولعيب فاهم، ده اللي هيدي. انما ناصر منسي ما اعرفش، انا يعني مستواه برضو بقاله ماتشين 3، يعني برضو هو من شهرين او 3 يعني اتجوز، فمش عارف بقى هل الجواز ده اثر على مستواه. فمستوى ناصر منسي مفيش حاجه خالص، مفيش، لا بيجري وتعبان ومش مستواه. فطبعا انا اللي قدامي دلوقتي مين المهاجمين؟ انا عندي سيف الجزيري وعندي عمرو ناصر، الاثنين هم اللي يصلحوا مهاجمين نادي الزمالك، هتاخد منهم كوره. انما انت هتقعد تجرب ومعتمد على عدي الدباغ وده يلعب وده ما يطلع، لا يا حبيبي، ده يطلع. ظبطه 3 ماتشات 4 ماتشات، ظبط مستوى وبعدين رجع، او نزله اخر نص تلت ساعه ربع ساعه زي ما بتنزله معايا. نزل الشوط الثاني مين تاني؟ اياد كادي. يعني انا في اعتقادي الشخصي ان مصطفى شلبي من الجماهير كلها بتاعت الزمالك
عامله كومنت وعامله عليه قلبان ولا وخلاص ونمشيه والحمد لله. لعلمك مصطفى شلبي احسن من اياد كادي، مستواه اقوى منه، جسمه قوي، بيرجع ممكن يدافع، ممكن بيخش يحتك بيجري بيجيب اجواء. انما اياد كادي واحد لواحد مش قادر يعدي، وكل كوره ياخدها بيمين ويرجع بشمال، ما عملش حاجه، وضعيف بدنيا ومهاريا برضو ما يقدرش يطلع من واحد لواحد. فده برضو انا باخد الكومنت على عدي دباغ واياد الكادي، دولت مش هيدوا. فلازم انت تشوف حد تاني. احمد الشريف لعيب قوي، يعني امبارح ما نزل عمل نشوه شويه في فرقه نادي الزمالك وسرع رتم اللعب. هو لعبه يمين مع انه هو بيلعب شمال، برضه ما فيش مشكله، بيجري ويخش وبيحتك وبيدافع. انما ده لعيب قوي هو بيلعب شمال. فده مفروض انت عندك عدي الدباغ وعندك اياد كادي، دولت حطهم، دولت تمرينات جيم وتدريبات ولياقه بدنيه ومهاريا، دولت قعدهم اسبوع 10 ايام او اسبوعين معايا، ما تعتمدش عليهم دلوقتي. ده اللي فاهم كوره، وجماهير الزمالك كلها فاهمه كوره. محمد شحاته بعد الجون اللي دخله، الجون العالمي اللي دخله في اول مباراه مع سيراميكا، مستوى نزل جدا، مفيش مستوى نزل، او طريقه اللعب او برضه مستواه مش هو اللي هو محمد شحاته. مفروض لعيبه الزمالك بيبقى فيها تفاهم وانسجام وفي تدريب، لكن برضه بساط في ميسنج باص، هتلاقي في كتير جدا ميسنج باص بين لعيبه الزمالك. عبد الله السعيد لعب الجول الاولاني اللي هو هدف ولا اجمل ولا اروع من كده مع الفينا اللعيب البرازيلي، اللي هو لعيب بيمتاز بالمهاره يعني مهاره وسرعه، لكن بيتاخد عليه بعض النقاط. يعني ما نقعدش نبقى فرحانين جمهور الزمالك ان اللعيب ده هيكسر الدنيا، هو لعيب حلو بس لازم يفهم، يبقى فيه عقليه، لازم نفهمه، او لازم يعرف، لازم يبقى هدي نفسه شويه ويخش. وبعدين بعض لعيبه الزمالك في النص برضه بيبقى فاضي، مفيش حد بيرمي له كوره، يعني حد هو يرمي له كوره كان يجري ويخش، وبعدين هو عاوز يخش يجيب جول، لا باصي. ناصر ماهر امبارح كان فيه هدف، كان هو انفراد، فعنده الفينا كان على اليمين، وده داخل بيلعبها بباطن رجله وبيلعبها في الزاويه البيت، كان جنبه على طول، كان ثابت على طول، الفينا كان اداله، كان حطها والجون كان جون سهل جدا، كان يعتبر الجون الثالث. لكن انا شايف ان في حاجات بعد كده، بس فيريرا مش مظبط الفرقه لو معاها مدرب كويس هتلاقي مستوى اعلى من كده. شيكو بنزا مفروض اللي انا اجي، هو سريع وقوي لكن عشوائيه، مفروض اللي انا اظبطه شويه، المدرب يقعد في لعيبه او في من الطقم التدريب اللي معاه يقعد يفهمه الكوره ويهدى ازاي ويباص ازاي ويلعب ازاي ويجري ازاي. الحاجات الصغيره ديت هتخليه لعيب كويس، المفروض ان هو لعيب كويس. تمام، شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.